السلام عليكم ومرحبا بكم في كويزين سوسن. اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفة تاع تارت سيترون تجي أقل ما يقال عنها رائعة، بواحد العجينة هشيشة وواحد لاكريم ما شاء الله بنينة وعندها واحد القوام كريمي. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم. اللي راهم يشوفوا القناة ديالي لأول مرة نقولكم ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باه يلحقكم كامل جديد ديالي، واللي ابوناو جدد في القناه ديالي نقول لكم مرحبا بكم. ان شاء الله يعجبوكم الوصفات اللي راني نقدم فيهم. نخليكم مع هذا الصور من بعد نبداو في طريقه التحضير. الوصفه هذه سهله بسيطه وناجحة. أول حاجة نبداو فيها هي لاكريم تاع السيترون ولا كريمة الليمون. نحتاج فيها 150 غرام عصير ليمون، 160 غرام سكر، 100 غرام مارغرين طرية وثلاثة بيض. هادو هما المقادير اللي نحتاجوهم فيها. من المستحسن انك ديريها ليلة من قبل باش تحصلي على نتيجة رائعة. في غيسيبيون ولا في إناء ندير 3 حبات تاع البيض، 150 غرام عصير ليمون، 160 غرام سكر، نخلطهم مليح بالبيتخا ولا بالباتور حتى وين هذاك السكر يذوب لي كامل ونتحصل على خليط هكذا فيه الرغوة. من بعد نفرغه في كسرونة ونخليه يعقد على نار هادئة مع التحريك المستمر. نبقى نحرك في الخليط ديالي حتى وين نشوفه عقد. هاد لاكريم انا نخدم بها لي تارتولات، نخدم بها لي ترونش تاع الباتيسري، نديرها في لي فيغين تجي بزاف هايله. تبعوا المقادير وطريقه التحضير راح تولي لاكريم تاع السيترون اللي مستحيل تغيروها. هنا بعد ما هذيك لاكريم ديالي كانت عقدت لي ندير 100 غرام مارغرين اللي قلت لكم تكون بحرارة الغرفة، هكذا على دفعتين حتى وين تذوب لي كامل هذيك لا مارغرين ديالي، ونبقى نخلط فيها جيدا. من بعد في بول ولا في هكذا ريسيبيون ولا اي حاجة صفي هذيك لاكريم ديالك مليح بالصفايه، هي ما يكون فيها والو مي اون سي جامي كاش عظمه كاش هذه دنيا. صفي مليح هذيك لاكريم تاع السيترون ديالك كما راكي تشوفي. من بعد غطيها بابي فيلم وخليها تبات ليله كامله، راح تعطيك نتيجه رائعه. خليها تبات في الثلاجه باش تحصلي على القوام الكريمي اللي راح يجيك هايل مع هادوك لي فون دو تارت ولا في لي ديسير. هنا بعد ما جازت لي ليله كامله على هذيك لاكريم تاعي وهي في الثلاجه، شوفوا كيفاش تحصلي عليها واحد تقولي زبده طريه ما شاء الله وبنه تاعها هايله. تقيدوا برك باللي زانغريديون ولا بالمقادير راح تنجح لكم باذن الله. تجي بزاف هايله نخدم بها شحال من حاجه ما شاء الله. قلت لكم اللي مثلا كانت مزروبه ولا تقدر ديرها الصباح وتخدم بها العشيه، لكن من المستحسن انك تخليها تبات. بالنسبه للعجينه تاع لي فون دو تارت ولا تاع لا تارت تاعي كنت درت معكم الوصفه دوك تخرج لكم في الاعلى، ضغطوا عليها برك يخرج لكم الفيديو بالتفصيل. انا برك درت نصف الكميه، درت 125 غرام تاع المارغرين، حبه بيض ووحده صفار، المقادير قسمتهم. بالنسبه للمول ديالي انا فيه القطر ديالو 30 سنتيمتر، راه كبير. هاد الكميه اللي قلت لكم عليها تاع العجينه دارت لي هاد الفون دو تارت هذه الكبيره، لا تارت هذه الكبيره، ودارت لي 8 صغار. راكم تتخيلوا الكميه كامل تاع 250 شحال تقطع. وقلت لكم زاكيه تقدروا توجدوها الرمضان وتحطوها في بورت مونجي في كونجيلاتور كل ما تحتاجوا تجبدوا وعمروا بلاكريم ديالكم. هام اللي كان قلت لكم دارت لي هذيك الكبيره تاع 30 سنتيمتر ودارت لي 8 هاد لي فون دو تارت المتوسطين. نطيبهم نتقبهم
نديرها العجينه تاعي في كونجيلاتور بعد ما نثقبها، نديرها في كونجيلاتور حوالي 5 حتى 10 دقائق. من بعد نطيبها على درجه حراره اللي تكون 180 في فرن يكون مسخن من قبل. بعد ما يعني طيب لي لا تارت ديالي كما راكم تشوفوا، نفرغ عليها هذيك لا كريم تاع السيترون اللي كنت وجدتها ليله من قبل. ناكد عليها باللي توجديها ليله من قبل. انا هنا كان راح لي يعني المقطع كي صورت يعني كي كنت نفرغ فيها. انا هنا كنت طلعت يعني لا كريم شونتيي مع عطر الليمون. شوفوا انا دارنا ما يحبوش لا مورينغ، الوغ دائما نعوضها بلا كريم شونتيي. هي لا تارت سيترون تجي يعني الاصل ديالها تجي بلا مورينغ تاع بياض البيض. طلعي البلون دوف تاعك دونك لا مورينغ تاني فيها هكا طريقه، ولا طلعيها عادي بالسكر عادي وديريها تحمر في الفوق ولا بالشاليمون. انا دارنا ما يحبوش لا مورينغ، مالا واش درت لا كريم شونتيي ودرت لها عطر الليمون ودرتها هكذا في لابوش وعطيت لها يعني شكل هكا بسيط على شكل يعني هلال. ومن بعد يعني كنت قطعت لها شرائح تاع الليمون وقشور تاع الليمون وزينتها بالنعناع كما راكم تشوفوا معايا. جات ما شاء الله بنة ولا اروع. وتاني القوام تاعها هذيك لابات ولا العجينه تجي مبسه وشاده روحها، مام تقعد لك مثلا يومين ولا في الثلاجه ما يصرى لها والو. وكنت هدرتها لكم في العام اللي فات كما درت لكم الوصفه تاع لي تارتولات في رمضان، جاو ما شاء الله وشحال من وحده يعني جربتهم وعجبوها. مام يقعدوا لك الغدوه من داك ما هذيك يعني لابات ما تتشمخش، من النوع اللي يشرب هذوك السوائل وما يتشمخ ما تتكسر في يدك. يعني وصفه ناجحه، نتمنى انكم تجربوها وتنال اعجابكم. في الاخير نقول لكم اذا عجبتكم الوصفه تاع نهار اليوم بارطاجيوها مع احبابكم وخلوا لي جيم وكومونتير. تهلاو لي في روحكم وسلام.